الانتصارات. وعندنا اليوم الاتحاد أمام الرياض، يعني حتى وإن كان مستوى غير مقنع بالنسبة للاتحاديين، أنا تابعت ردة الفعل سواء من إعلام وجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأهم تحقق بالنسبة للاتحاد والاتحاديين تحقيق الفوز 3 نقاط أول مباراة بعد التوقف. والمدرب حتى المدرب تحدث في المؤتمر الصحفي قال بدأنا يعني نعود تدريجيا إلى مستوانا المعتاد. اليوم فنيا كيف شفت الاتحاد؟ إنه يبي الاتحاد أفضل. أي عفوا أبو أحمد، تتكلم عن بطل الدوري السنة الماضية. والله نقدر ونحترم. السنة هذه من بداية السنة صحيح. ما عنده احتياط. 12 إصابة. تدري شو اللي أتوقع أنا تيسير؟ شو اللي ما أتوقع؟ كمل عناصريا ولا مباراة. أنا شو اللي أتوقع الآن؟ نعم. أنا أقول لك المباريات الجاية كلها بيكون الاتحاد هو فرس الرهان على كل شيء. الاتحاد بيستعيد عافيته. اللي مر فيه الاتحاد الفترة اللي فاتت ذي، لو مر على فريق انهار نهائيا. الآن الاتحاد لملم على ما قالوا الجروح وأموره طيبة الآن، وتبي تشوفه. حتى أنا أتوقع أنه الاتحاد بيكون هو فرس الرهان في كأس الملك القريب هذا. تشوف أنت المدرب، ترى المدرب الاتحاد هذا الأرجنتيني ترى مو سهل. هذا صنع منظومة ريفر بليت بطريقة أنه لا يهزم الفريق. بس أبو أحمد ترى هو جاء الفريق لا جاء الفريق عنده مشاكل في الاستقطابات من الصيف. صحيح. من البداية نكون واقعيين. لا يمكن فريق يكون بطل. ما بس أنا أكلمك عن بطولة يعني قصيرة. اليوم أنت يلعب بمهاجمين، أطراف ما فيه. إيش معنى ما في أطراف؟ يعني لو يلعب مثلا قدام الهلال أو قدام النصر في سلطان الغنام وفي تلس، الأظهرة يحضر راحتهم. يبيكون الاتحاد أفضل. أنت لو تشوف وضع الاتحاد في المباريات الثلاث اللي شفناها فيها، في تحسن كبير، وتعطيك تصور الأكبر أنه الاتحاد المباريات القادمة بيكون أفضل كثير حسب استراتيجية المدرب. قد يكون المدرب استراتيجية تختلف عن لكن احنا شفناه كيف يوظف المنظومة. الآن هو بدأ الصح مدرب. قد تكون فترة التوقف هذه اللي راحت هي الشيء اللي كان يحتاجه مدرب الاتحاد. أنا توقع شخصي أن الاتحاد بيكون صعب جدا جدا حتى على الهلال والنصر. المدرب اليوم أبو أحمد أشار لهذا الموضوع، يعني كأنه لمح إلى أنه بدأ ينكشف له الفريق كامل وبدأ يتعرف على كل المنظومة. اليوم فهد أشوف لقطة البنزيمة كان يعني معجب جدا بهدف. فكرة التسجيل من مسافة بعيدة يعني كان هدف فكرة نادرة جدا. صحيح. يعني الحمد لله تعامل مع الكرة بشكل جيد، كان يعني كشف الملعب أمامه وقدر ينفذها بدون وجود الحارس. يعني أعتقد أنه يعني مرتدة كانت ناجحة للاتحاد، عزز بها النتيجة وحسم واللي أقصده بعد أن بنزيما لما يحيي ويصفق لحمد الله هذا دليل أن الفريق يعيش أوضاع في أجواء إيجابية. يعني في أجواء إيجابية. نعم. يعني الأمور يعني هادية، ويعني خلينا نتكلم عن استقرار في الفريق الاتحادي. يعني send the picture to you. شكرا. اهلا وسهلا. التفادي مطبخون اهلا وسهلا. بريد يا ويلكم. Romaninho. Good luck. Good luck. Please. Good luck. Thank you. حبيبي. Fine. Good. خبز. اهلا وسهلا. Thank you.
عوض قول يا عمر طيب يا عمر Thank you.